مساء السعادة. والله عارفة انك زهقتي من الفطار والغدا والعشاء كمان، وعارفة ان الميزانية ما تسمحش ان انت تعملي المحمر والمشمر بتوع زمان. النهاردة بقى هعمل لك غدا او عشاء او فطار بأقل من 50 جنيه بس. زي كل فيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لكم بتعجبكم ولا؟ وهنا بقى يا حبايب قلبي، انا هعمل فطار اقتصادي بسيط او فطار فلاحي اصلي. واللي ما يعرفش بقى الفطار الفلاحي الاصلي هيتفرج على الفيديو وصدقوني هيقوم يعمله على طول. ندخل على مطبخنا المتواضع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جوزي اداني 50 جنيه، مش عارفة أعمل للولاد إيه. زي ما انتوا عارفين لازم ندخل جسمهم بروتين، فأنا جبت يا حبايب قلبي 4 بيضات ب25 جنيه، وجبت ال3 ربط خضرة دول جرجير. لو تعرفوا قيمة الجرجير كنت زرعتوه زي ما انتوا عارفين. جبتهم ب5 جنيه، يعني كده 30 جنيه، وجبت ب10 جنيه طعمية ب40 جنيه. ال10 جنيه التانية صدقوني انا بعدت اجيب فول، عشان بصراحة الفول مسمار المعدة وبرضه بيكون بروتين نباتي هايل. زوجي بقى العزيز جاب لنا العيش الغمراوي اللي انتوا شايفينه ده، عيش قمح طازة وزي الفل. صدقوني بقى بصوا، بيبقى عيش بالردة مشبع كده وحاجة صحية وزي الفل. صدقوني ما لقيتش عندي غير بتنجانة بايتة كده يعني شكلها اصلا ما كانش هيعجبكم. هو حبيت بطاطس كده يتيمة حزينة مش عارفة اساسا اعمل بها ايه. فعملت بقى ايه يا حبايب قلبي، انا جبت البطاطساية قطعتها مكعبات، وقطعت معاها البتنجانه برضو مكعبات، على بصلايه، على راس توم كده مدقوقه، على قرن فلفل كده حامي او برضو قرن فلفل من رومي. بدات ان انا اشوحهم كده يا حبايب قلبي، وبعد كده بقى على طول نزلت عليهم بكوبايه من صوص الطماطم او عصير الطماطم الفريش. وهنا بقى بدات ان انا قدمنا العيش البلدي زي ما انتم شايفين، المسقعه بجد بجد هايله يا بنات، هايله، ريحتها زي الفل. انا بحب ان انا اسويها واخلي الصوص بتاعها يكون تقيل شويه. في ناس بقى بيحبوا يخلوا الصوص خفيف، فبيغمسوه او بياكلوه مع الرز، يعني طبيخ. المسقعه دي في ناس بيعملوها طبيخ، نفس الخطوات اللي قلتلك عليها، بس الصوص بيكون زياده شويه. يبقى البيض ده بقى بروتين ولا مش بروتين؟ طب الطعميه والفول بروتين ولا مش بروتين؟ الجرجير عايزاكي بصي تدخلي الورقيات دي لاولادك، الجرجير واي حاجه ورقيات صدقيني مفيده جدا للشعر وللبشره والبنيان الجسم بالكامل. يبقى انا بقى هنا قدمت لكم عشوتنا النهارده ما كلفتناش 50 جنيه. كان نفسي قوي طبق الفول يجي، بس صراحه ما لقيتش فول. احنا عندنا في الريف المصري لازم البصلة دي تتقطع وتتحط جنب كل وجبة، حتى لو احنا طبخين لحمة. حتى بصي لو هتجيبي اي اكل حتى لو فاست فود، البصلة دي بصي مع شوية الملح وحبة خل كده، صدقوني يا بنات بيبقى طعمها هايل. عندك بقى في التلاجة كده حتة جبنة قديمة، عندك اي حاجة برضو تقدري ان انت تقدميها جنب الاكلة دي. وجبتنا النهاردة بقى كاملة ومتكاملة، وبجد يا بنات وجبة هايلة. وانا عن نفسي ما بقاومش بقى جنب الاكله دي. يعني بصي لا تقولي لي بقى لحمه ولا فراخ، الوجبه دي بقى لا سحر ولا شعوذه، وجبه كده فاتح للشهيه. صدقيني قدمها لاولادك، ولو قلتلك مش هتاكلي رغيف ولا اتنين، يعني عايزالك طابونه عيش كده تقعدي تاكلي بقى في الوجبه دي. بصراحه وجبه يا بنات هايله بجد بجد. عايزاكم تجربوا الوصفات الاقتصاديه دي وتجمعوا اولادكم على الطبليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خلصت وصفتنا، واللايك وشير كتير عشان يوصلكم مني وصفات كتير. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.